أهلا بكم متابعي بطولة محترفي بايسون الثالثة لكرة القدم. نحن نتواجد في هذا المساء في أول أيام الملحق من خلال مباراتين أجريتا في هذا المساء شاهدنا فيها الكثير من الأحداث والمستجدات الكروية التي شاهدنا فيها الإثارة والمتعة الكبيرة جدا. طبعا في هذه البطولة أكيد هي بطولة تميزت بحضور النجوم الكبيرة في سماء كرة القدم الجداوية، وأيضا على مستوى الأسماء الشابة التي تميزت وتألقت من خلال تقديم مستويات مرموقة ومميزة في هذه البطولة. طبعا يحضر معي أحد هذه الأسماء طبعا الكابتن حسام فقيه. طبعا نستضيفك الآن، لست طبعا لم تلعب في هذا المساء، ولكن نستضيفك أنت ستسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بلد العم سام. كابتن حسام، في البداية مرحبا بك. مرحبا بك، وأحيي الجمهور هنا وأحيي الناس اللي هنا. حسام، ستفارقنا بعد ساعات قليلة، ستذهب إلى الولايات المتحدة للدراسة. طبعا ما هو شعورك طبعا قبل أن ترتحل إلى بلد العم سام؟ والله يعني شعور غريب، يعني إنك تسيب أهلك وتسيب أصحابك يعني وتسيب الناس اللي عشت معاهم طول السنين. يعني إن شاء الله نجرب تجربة جديدة في أمريكا إن شاء الله، وأدعو لي بالتوفيق. كابتن حسام فقيه، طبعا لاعب فريق عيال الذيب الذي طبعا ستذهب الى الولايات المتحده الامريكيه للدراسه. انت الان ستفارق اكيد الفريق، تفارق اصدقائك لفتره ليست بالبسيطه، يعني ما حيوحشوك مستقبلا مثلا؟ ولا اكيد حيوحشونا، يعني كل اللعيبه وكل الاهل الناس اللي عشت معاهم يعني هنا، ونتمنى التوفيق ان شاء الله في امريكا. حسام، انت ستفارق البطوله بما فيها من منظمين، من حكام، معلقين، جمهور، الفرق المنافسه. انت لاعب فريق عيال الذيب، تلعب مع فرق منافسه، الفريق ما زال موجود في مسار التنافس في هذه البطوله. يعني اذا حسام بيوجه كلمه، بيرسل لهم رساله، كلمات منك تخرج لكل من ينتمي الى هذه البطوله. يعني صراحه عمل جبار في بطوله حواري زي كذا، تجمع افضل فرق حواري جدة طبعا، وطبعا كانتماء لفريق عيال الذيب اتمنى البطوله لهم ان شاء الله. ان شاء الله اسمع من هناك ان البطوله تروح لعيال الذيب باذن الله. الحاجه الاخرى، انت ستذهب الى امريكا، في معلومات اخذتها على امريكا؟ لانه اكيد الواحد لما يكون مكان جديد عليه اكيد في بعض الناس يعملون زي ما تقول يعني بحث كامل عن كيف شفت امريكا قبل ما تمشيها. سبق لي انا ذهبت لامريكا، رحت يعني رحت قبل سنتين سان فرانسيسكو، وقبل 5 شهور رحت شيكاغو. يعني عندي فكرة عامة عن أمريكا، بس الفترة الجاية حدرس فيها في أمريكا، فهذا الشيء اللي حتغير عليه. حسام، أنت من القلائل من اللعيبة الذين نراهم طبعا باستمرار في البطولات الأحياء، يذهبون للتعليم للدراسة، مواصلة مشوار الأكاديمي إن صح التعبير. يعني أنت الحين ماشي أمريكا، إيش هو هدفك وطموحك من خلال الرحلة القادمة؟ طبعا أنا ذهابي لأمريكا لأخذ العلم يعني طبعا، وأنا هدفي إني أرجع إني أفيد البلد. يعني صراحة نشكر الملك عبد الله يعني يعطي هذا البرنامج للطلاب، وطبعا هدفي إني أرجع أخدم البلد طبعا. الحاجة الأخرى، إذا أردت أن تنصح الشباب من انتهوا من المرحلة الثانوية أو من سينتهون إن شاء الله مع نهاية هذا العام الدراسي، كلمات ترسل لهم، رسالة توجه لهم؟ أنصحهم يعني بالمثابرة وعدم الاستسلام. يعني راحت عليك سنة عادي، ما في شيء، يعني أنت صغير، بالتوفيق لكل الطلاب إن شاء الله. يعني حسام، كلمة أخيرة نختتم بهذا اللقاء. والله كلمة أخيرة، أشكر جميع عيال الذيب، جميع فريق عيال الذيب، وبالخصوص للكوتش عيسى. صراحة هذا يعني تعب معانا لفترة ليست بقليلة، يعني يمكن 10 سنين أو أكثر. الفريق هذا من صغره إلى ما هو من العيال كبره. صراحة أشكر الكوتش عيسى، وأتمنى له التوفيق وإن شاء الله البطولة له. نتمنى لك التوفيق أنت أيضا حسام، نتمنى أن تكون موفقا إن شاء الله في مشوارك التعليمي القادم هناك في بلد العم سام في الولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا في شيكاغو. طبعا الولاية التي خرج منها طبعا الرئيس الأمريكي باراك حسين أوباما. نتمنى لك التوفيق إن شاء الله. شكرا لك على تواجدك في هذا المساء، ونتمنى التوفيق لفريق عيال الذيب إن شاء الله. إن شاء الله.